هنعمل بقى فتة كوارع زي ما قال الكتاب، حاجة كده جميلة. الحمد لله مفيش حد دقها بالطريقة دي الا ما عجبته. لما تيجي تجيبي الكوارع لازم تكون فردة امامية. قولي للجزار عايزاها فردة امامية عشان ما تاخدش سوا معاكي، يكون لونها ابيض فاتح عشان ما تبقي واخده بالك ان فيها شعر او ما فيهاش. اما الغامقه ساعات لو ركزتي فيها كده تلاقي فيها شعر. تقطيعة الكوارع دلوقتي طلع على المنشار بيطلع لك حلقات كده برضك تبقى جميلة. ودي تقطيعة سطور عند الجزار. هغلي مية بقى وتعالى نشوف هنعمل ايه فيها. انا هغلي مية وابدأ اسقط فيها حتة الكوارع. هنا المية دي انا هستغنى عنها اول ما تاخد غلوة، عشان انا مش عايزة المية دي، لا هعمل مية جديدة وبساعتها احط فيها التوابل والبهارات والبوكيه جرنيه بتاعتي. استنى بس تاخد غلوة وابدأ اغير المية بتاعتها. هنا هي بدأت تاخد معايا الغلوة، هبدأ بقى ايه انشلها كده. انا مش محتاجة المية دي خالص، انا هعمل مية جديدة بشوربة تبقى شوربة جديدة. هبدأ انشل الكوارع واستغنى عن المية دي وابدأ اجلي مية جديدة، ودي اللي هبدأ بقى ايه احط فيها الكوارع ودي اللي هتبقى الشوربة. هنا انا غليت مية جديدة، هبدأ بقى اسقط فيها حتة الكوارع كده. بعد كده انزل بالجزر والبصل والفلفل وورق اللورا والحبهان. بصوا جزر، هحط هنا فصين توم، ورق لورا وحبهان، فلفل حصى وبصل. هتدي نكهة حلوة قوي الحاجات دي للشوربة. هسيبها بقى تتسلق فيها، واول ما تبدأ تعمل ريم هشيله واستغنى عنه. هتشوفوا معايا دلوقتي هشيل اي ريم يطلع على الوش. وهنا هو بدأ يظهر ريم، ده هستغنى عنه. لو في حاجة هي لسه ما بدأتش قوي تغلي، بس لو في حاجة ظهرت بنستغنى عنها. بقى هبدأ اهدي عليها النور لغاية ما تستوي. احمص العيش عشان الفتة، وهجاوب على السؤال اللي على طول يسألوه ان ليه بنحمص العيش ونرجع تاني نطريه. بنحمص العيش ونسقيه شوربة عشان يبقى ماسك نفسه لما ياخد الشوربة، اما لو حطيناه طري هيعجن ومش هيبقى طعمه ظريف. انا قطعت العيش عشان اجهزه واحطه الفرن، وهديله معلقتين زيت زيتون. لو عايز تحطي سمنة حطي براحتك، انا حطيت زيت زيتون عشان تبقى خفيف كده شويه. احطه في الفرن يتحمص، وبعدين ابدا اجهز للصلصه. احط زيت في حله، انزل بفصين توم مفرومين. اول ما يتحمروا كده وريحتهم تطلع ابدا احط معلقتين صلصه جاهزه من صلصه العلب، واحط ربع كوبايه خل، بعصير الطماطم، واحط التوابل اللي هي كزبره وشطه وكمون وملح وفلفل اسمر ورشه سكر بسيطه عشان الحموضه. الرز بتاع الفتة حطي زيت، عايزه تحطي زيت وسمنه براحتك. ابدا بقى انزل بالرز واشمعه شويه كده بالزيت واقلبه على النار، واديله الملح بتاعه. اظبطي الملح بتاعه، وبعد كده انزل بالميه، ويا ريت الميه ما تزيدش عن الرز، قلب عقله صباع واحد. اول ما يغلي وتشرب الميه بتاعته هوطي عليه واسيبه يستوي. وهنا هو استوى معايا. انا عايزه اقولك لو لقيتيه لسه ما استويش ومحتاج تحطي له حاجه بسيطه قوي جدا، شوربه او ميه، وهيستوي معاكي زي الفل. امبارح كمان جازت معايا، شوربتها جميله. هنا انا بختبرها بشوكه وبنزلها فيها قرشه شويه، عشان بحيث لو حبيتي تسخنيها بعد كده ما تتهريش منك وتبقى مستويه زياده. طب استوت معايا هبدا اديها الملح بتاعها، لان انا ما بديهاش اثناء السوا ملح، بديهولها في الاخر.
ابدا بقى اديلها معلقه الملح كده واطفي عليها. خلاص كده تمام، الكوارع بقت معايا زي الفل. طشه بالثوم، اسقي بيها العيش عشان ادي تطعيمه ليه كده وحاجه يبقى طعمها حلو. اقلب كده الثوم لغايه ما يتحمر معانا، اقلبه كده لغايه ما يتحمر. وبعد كده اخد نصه في طبق كده لوحده، هتعرفوا هنعمل بيه ايه. اهو اخد كده بالمنظر ده، وبعد كده اسقي بقى ايه الثوم الباقي حبه شوربه، كبشتين 3 كده، ودولت اللي هسقي بيهم العيش. ولو نزل معاكي حبهان كده في الشوربه شيليه عشان ما يجيش من نصيب حد وبيغير طعم الاكل. اجيب بقى العيش عشان اسقيه بالشوربه الجميله دي، بس هحط معلقتين خل واسقي بيه العيش. كان العيش بطعم حلو، هبدأ بقى ايه ارتب الفتة بتاعتنا. احط معلقة صلصة كده عشان اطعم العيش، وبعدين احط الرز. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. هبدأ بقى احط الرز كده واسويه كده بالوش ويبقى منظره حلو. لك قد ايه بيحبوها بالطريقة دي. هبدأ بقى ايه اسوي الوش كله، احطه اغطيه بالرز بالمنظر ده. حاولي تسوي كده الوش عشان يبقى منظره لطيف. اغطي العيش بتاعنا كله مبقاش باين بالرز، طبقة رز كده حلوة، واساوي كده الرز بالمنظر ده. ابدأ بقى ايه اديها معلقة صلصة كده من على الوش، اديها الصلصة كده بالمنظر دوت، وكل حتة تبقى واخدة صلصة. العين بتاكل الاول. ابدأ احط كده صلصة كده بمنظر حلو عشان العين بتاكل الاول. وادي التوم اللي انا حجزته في الطشة بحطه كده منه على الوش. انا عندي بيحبوه بالطريقة دي، انتوا براحتك حسب الرغبة، في ناس متحبوش في ناس تحبه، فحاجة ترجعلك. هبدأ بقى احط الكوارع بتاعتنا الجميلة كده في طبق، حاجة كده جميلة مستوية وزي ما بيقولوا ايه لز اللوز. جربيها بالطريقة دي هتعجبك ان شاء الله. ابدأ بقى احط الكوارع بتاعتنا كده في طبق التقديم. ممكن تحطي حتتين 3 كده والباقي تسيبيهم في بولة كده على السفرة بتاعتك. بس بجد محدش دق من ايدي الكوارع قال لو عجبته، فجربوها. بصوا مستوية وجميلة. عايزة اقول لكم ريحة التقلية مع الفتة مع الحقيقة ريحتها عاملة ازاي، مش عايزة اقول لكم يعني ايه لما تجربوها بقى بالطريقة دي وتقولوا لي. هبدأ احط بقى صلصة كده كده من الجناب كده، ازود صلصة كده. خلاص خلصنا الطبق بتاعنا. بس الطعم جميل، الشكل اروع، يفتح النفس. حاجة في البيت انضف واوفر، حاجة عاملاها بايدك. هبدأ اغرف صلصة عشان اللي يحب يزود صلصة براحته. الصلصة بتاعتنا اللي حطيت بردك سنة توم كده من على الوش تدي منظر. المنظر بتاعنا اهوت والطبق بتاعنا اهو. جربوه بالطريقة دي، يا رب الوصفة تعجبكم. الصلصة كمان بتاعتنا اهي. صحة وهنا على قلوبكم.